يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. لازم نرتب حياتنا دايما، وقبل ما نرتب حياتنا نكون مرتبين عقلنا، وإيه اللي جوه عقلنا نقدر نعمله خلال اليوم، على الأقل الساعة اللي جاية ولا كمان ساعتين. لكن أنا أمشي كده بتهريج وأسيب الدنيا متبهدلة بالمنظر ده، كده ما ينفعش. لازم أرتب كل أفكاري ولو حتى لمدة ساعة، بعد كده أبتدي أشوف الحياة ماشية معايا إزاي. يعني أنا علشان طالب صغير وبروح المدرسة وبرجع للواجبات والدروس أسيب حاجتي مهملة بالطريقة دي؟ طبعا ما ينفعش. في ناس تانية مسؤولة عنك بس هي كمان ليها حياتها، فلو سمحتوا كل واحد يرتب حاجته. وبعدين انت اللي مسؤول عن حاجتك اكتر، وانت عارف الكتاب ده بتاع ايه والكراسة دي كمان علشان ايه. لكن تسيب كل حاجة احنا اللي نعملها؟ طبعا ما ينفعش. وبعدين جبنا لكم المكتبة وجبنا لكم النظام وجبنا لكم كل حاجة في الغرفة علشان تنظموا حياتكم صح. نيجي بعد كده تسيب لنا كل حاجة واحنا اللي نعملها؟ انا ممكن اعمل لك حاجتك الاساسية اللي هي في حياتي انا، اما كتبك دي انت اللي تنظمها. وممكن كمان اقعد اذاكر معاك طول اليوم وراجع معاك طول الوقت، لكن يا ريت تكون حاجتك منظمة علشان لما نيجي نفتح الكتاب نلاقي كل حاجة في مكانها. ايه المانع لو انا سبتها بالمنظر ده؟ هيحصل ايه؟ على الأقل المنظر قدامي وقدامك هيكون أفضل من كده بكتير. نقدر احنا الاتنين نستمتع باليوم، ونقدر كل واحد يخلص اللي وراه. لكن تسيبها لي متبهدلة، لا انت عارف كتابك فين ولا انت عارف حاجتك فين، وبالتالي طول النهار بتدور على حاجتك ومش لاقيها. نظم حاجتك وديني عملت لك كل حاجة فيها، ويا ريت كل حاجة تكون منظمة. وبالتالي لما انت تنظم حاجتك بالطريقة دي هتلاقي كل حياتك احسن، وبكرة عندك يكون افضل. وحاول ان انت تخلص واجباتك يوم بيوم، ولازم تنام بعد المدرسة ولو ساعة حتى. الساعة دي هتفرق معاك جامد جدا. الساعة اللي انت هتنامها هتبتدي تقوم تشوف دروسك او تشوف حتى واجباتك. لكن نيجي من المدرسة ونقول هنخلص كل اللي ورانا؟ طبعا كده ما ينفعش. لازم نفصل علشان نقدر نكمل بقية يومنا. ولازم احط الهدف بتاعي بتاع بكرة قبل ما احط راسي على السرير، علشان اقدر اعرف انا عاوز ايه بالظبط. البنات كمان لما ينظموا اوضتهم وينظموا حياتهم هتكون حياتهم كمان اسهل بكتير. وطبعا احنا هنا عايزين ناخد اجازة اليومين اللي جايين، وفي الاجازة دي تكون حياتنا كلها منظمة، علشان هو ده اللي خلينا نرجع للمدرسة بتاعتنا واحنا كلنا نشاط وحابين المدرسة. لكن التهريج اللي بيحصل في الأوضة والتهريج اللي حوالينا ده هيخلينا على طول رافضين القعاد على الكتاب ومع المذاكرة. وننظم حياتنا صح علشان ما نتعبش حد ولا نتعب نفسينا ولا نتعب حتى اللي حوالينا. ولازم تعرفوا كلكم ان اللي حواليكوا تعبانين وشقيانين زيكوا اكتر كمان، علشان هما مسؤولياتهم اعلى وعايزين يفرحوا بيكوا وعايزين الدنيا كلها تبقى احسن. ويا ريت دايما تخلصوا واجباتكم يوم بيوم، وتخلي بالكم على نفسيكوا علشان مفيش حاجة تتراكم عليكم ابدا، ويكون حياتكم كلها احسن. وما ينفعش ان خلال اسبوع واحد في الدراسة ولا اسبوعين تكون الدنيا متبهدلة كده. إيه المشكلة لو سيبناها حلوة ورايقة؟ يلا قوموا خلصوا اللي وراكوا وريحوا شوية بعد المدرسة دايما. ويا رب ينجحكوا دايما ويوفقكوا ويجعل أيامكم كلها هنا وسعادة.